واللي كان الهدف الحقيقي للقنبلة. زدار ده سياسي فاسد مرتبط بالإرهاب، لكن الرئيسة ترافيز كانت شايفة إن تحالفها معاه هيحقق السلام في منطقة البركان. ريدفيلد كان بيعترض على التحالف ده، وعشان كده تعاون مع ويك اللي كان بيقبض مليارات الدولارات من خصوم زدار السياسيين، وخططوا لاغتياله عن طريق تفجير المترو. لكن تدخل بيتر أنقذ زدار بدون ما يقصد، لأن أصلا ما كانش يعرف الكلام ده كله. لما فار اكتشفت المؤامرة دي قررت تتستر عليها لحماية سمعة الحكومة. دلوقتي ومع سفر زدار إلى كامب ديفيد للقاء الرئيس ترافيز، ريدفيلد وويك بيخططوا محاولة اغتيال جديدة، لكن المرة دي الهدف مش بس زدار لكن كمان الرئيس، عشان ريدفيلد يبقى رئيس أمريكا. فار مش مستعدة تشارك في القتل الرئيسي، فبتقرر تتعاون مع بيتر وروز وتشيلسي ومادي لإيقاف الهجوم. مع وصولهم إلى كامب ديفيد، فار بتحذر رئيسة الاستخبارات السرية إلور، لكنها بتقتل على يد عميل فاسد شغال مع ويك. بيتر وفريق بيكتشفوا ان في قنبلتين مزروعتين، ولما بتنفجر الاولى